السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله هنتكلم فيه عن إزاي أحمي عربيتي من السرقة أو أحمي سيارتي من السرقة. النهاردة طبعا غير زمان. زمان كنا كل فين وفين لما نسمع عن عربية اتسرقت. النهاردة كل يوم ما فيش يوم بيعدي إلا لما نسمع إن في عربية اتسرقت، سواء العربية بالكامل اتسرقت أو سواء حاجة من العربية، العربية نفسها اتفتحت واتسرق حاجة منها. طبعا سرقة العربية بالكامل دي بتبقى عصابة منظمة، بتبقى وبنشوفها طبعا كتير بالكاميرات. وفي طبعا اللي بيبقى عايز يسرق حاجة من العربية، زي البطارية مثلا، عايز يفتح العربية ياخد أي حاجة غالية أو قيمتها غالية داخل العربية، عايز ياخدها ويسيب العربية. فإن شاء الله النهاردة هنتكلم إزاي، يعني إيه اللي بنعمله، إيه الخواص اللي موجودة عندي في العربية تساعدني إن أنا أحمي عربيتي، وايه الحاجات. وهنتكلم سريعا عن الحاجات الخارجيه اللي ممكن نركبها. بس في البدايه، لو انت مهتم بعالم اصلاح وصيانه السيارات، فانت ان شاء الله اكيد هتشترك معانا هنا في القناه، لانك هتلاقي كل ما يخص عالم السيارات وخصوصا لادا جرانتا هتلاقيه موجود عندنا هنا في صندوق الوصف. فان شاء الله تشتركوا معانا علشان تستفادوا من اللي قدمناه ومن اللي بنقدمه. طبعا عصابه منظمه، يعني حرامي محترف. طبعا بعض الناس هتقول لك طيب، يعني هي الحيل اللي احنا هنعملها دي او الاحتياطات اللي احنا هنعملها دي هي اللي هتخلي الحرامي ما يسرقش العربيه؟ احنا بنشوف ناس كتيره بقى، بتشوف بالكاميرات عربيات عاليه وبتتسرق بسهوله في دقائق معدوده يعني. طبعا عصابه محترفه. طبعا يعني احنا على قد ما بنقدر، بنحاول نطول الوقت على الحرامي، صعبه. نحاول نخلي مهمته صعبه مش سهله، مش في دقايق كده يدور على العربيه ويطلع. بنحاول نطول عليه الوقت على قد ما بنقدر، لعل وعسى حد يشوفه. والحرامي كمان بيبقى وهو بيسرق اي عربيه بيبقى متوتر، ما بيبقاش رايق يعني كده، بيبقى متوتر وقلقان حد يشوفه، صاحب العربيه يعدي. فكل ما وبيبقى محتاج كمان لوقت بسيط جدا علشان خاطر يسرق العربيه. هو مش عايز الوقت يطول. لو الوقت طول معاه طبعا هيسيب عربيتك وهيمشي يشوف غيرها. انت طبعا ده بيرجع ليك، انت بتاخد احتياطاتك وبتعمل اللي عليك وبتاخد بالاسباب. وان شاء الله يعني يعني ما نقعش في المشكله ديت. رقم واحد طبعا مسوجر الدركسيون. الدركسيون بيبقى فيه مسوجر معمول فيه، سواء في العربيات القديمه او الجديده. طبعا انت اول ما بتيجي تركن العربيه بتاعتك، خلاص ركنتها، بتيجي تطلع المفتاح. طبعا لازم تطلع المفتاح، لان لو سبت المفتاح مش هيسوجر. بتطلع المفتاح وبتيجي تحرك الطاره شمال او يمين، يعني هنحركها شمال مثلا لحد ما تسمع صوت تكه. صوت التكه دي كده انت كده مسوجر الدركسيون. هتيجي تحركه كده هتلاقيه مش عايز يتحرك، هتلاقيه محجر كده ومش عايز يتحرك. وحتى لو جيت حطيت المفتاح هتلاقي برضو المفتاح مش عايز يلف في الكونتاكت. طيب الخاصيه دي موجوده زي ما قلنا في العربيات الجديده والقديمه. طبعا خاصيه مهمه جدا برضو، واول حاجه بنتكلم عنها النهارده. طبعا عشان خاطر تعشق الدركسيون كده لازم تشيل المفتاح من لازم تشيل المفتاح بتاع العربيه من الكونتاكت. لازم، لو المفتاح فضل موجود مش هيعشق كده. تفك التعشيقه ده او تفك المسوجر دوت. لما تيجي تدور العربيه تاني هتجيب المفتاح بتاع العربيه، هتحطه في الكونتاكت، هتحط المفتاح هتحاول تفتح بالمفتاح. وفي نفس الوقت، في نفس الحركة وانت بتحاول تفتح بالمفتاح، ايدك الشمال على الدركسيون، ومع بعض بحركة الايدين مع بعض هتحاول تفتح وتحرك الدركسيون يمين وشمال. هتلاقيها فكت معاك واشتغلت. انت كده فكيت المسوجر بتاع الطارة بنفس الحركة اللي قلنا عليها دي كده. ايديك اليمين تبقى على المفتاح بتحاول تفتح، وايديك الشمال بتبقى على الطاره في حركه فوق وتحت، بتحركها فوق وتحت. هتلاقي التعشيقه فكت معاك او المسوجر فك معاك. وزي ما قلنا الخاصيه دي موجوده في العربيات القديمه والجديده. رقم اتنين، خاصيه مانع السرقه ايموبلايزر. ودي طبعا خاصيه موجوده في كل العربيات الحديثه. طبعا خاصيه المسوجر موجوده في العربيات القديمه والجديده، لكن ايموبلايزر موجوده في العربيات الحديثه فقط. فحضرتك لو شاري العربية زيرو من المعرض، فعل الخاصية ديت. ولو حضرتك شاري العربية حديثة مستعملة، اتأكد انها مفعلة، اتأكد بنفسك انها مفعلة، لانها خاصية مهمة جدا. هي اسمها خاصية منع السرقة يعني، فلازم تفعلها طبعا.
وهي ببساطة كده باختصار هي مانع تشغيل المحرك للسيارة إلا عن طريق المفتاحين اللي حضرتك بتستلمهم من المعرض وانت بتشتري العربية. مفتاح بيبقى اسود ومفتاح بيبقى احمر. المفتاحين دول بيبقوا العربية مش هتدور غير بيهم. الكنترول عندك في العربية بيتعرف على الاشارات اللي موجودة في الشريحتين اللي في المفتاحين. ولما بيجي اي حد حرامي او اي حد بمفتاح تاني بيحاول يدور العربية، فالكنترول ما بيتعرفش على الإشارات دي، فبيعمل لوك للعربية مؤقت بهدف حماية الكنترول. فالعربية مش هتدور غير بالمفتاحين اللي مع حضرتك. فهي دي خاصية الإيموبلايزر ببساطة. مش هنتكلم النهاردة ازاي نفعل خاصية الإيموبلايزر، لأن احنا عاملينه في فيديو قبل كده هسيبه لكم. عاملين فيديو بالكامل بنشرح فيه ازاي نفعل خاصية الإيموبلايزر. هسيبه لكم في أول تعليق في الفيديو، هتلاقوه في صندوق الوصف. فدي خاصية مهمة جدا يا ريت نفعلها. طبعا دول خاصيتين موجودين في العربية. انت يعني في طبعا حيل خارجية، احنا بنعمل حيل كتير بتتعمل في العربية لحد من السرقة، بس دول خاصيتين بساط موجودين في العربية. المسوجر موجود في العربيات كلها قديم وجديد. موبلايزر موجودة في العربيات في العربيات الحديثة كلها، واغلب العربيات دلوقتي حديثة. فيا ريت نراعي الحتتين دولت، الخاصيتين دولت. يعني لو مش عايز تعمل حتى الحاجات الباقية، يعني على الاقل يعمل الخاصيتين دولت، يعني ايه هتعطل بيهم اي حرامي بيقرب من العربيه. رقم 3 جهاز الانذار. والنهارده طبعا اغلب العربيات قديم وجديد مركب جهاز انذار. هو مش غالي، يفضل يكون موجود في العربيه. والحرامي كده طبعا بنظره سريعه بيقدر يعرف العربيه دي فيها جهاز انذار ولا لا، عن طريق لمبه البيان اللي بتبقى موجوده بتنور على طول. فطبعا دي جهاز الانذار مهم جدا. لو عربيتك لسه زيرو ولسه في الضمان، يفضل طبعا تركب الانذار. جهاز الانذار تركبه طبعا في الضمان في التوكيل بتاع العربيه عشان ما تخرجش من الضمان، وعشان خاطر ما حدش يلعب في الضفيره بتاعه العربيه. ده بالنسبه لجهاز الانذار مهم جدا. كلنا طبعا عارفينه، اغلب العربيات موجود فيها جهاز الانذار. طبعا في حيله كمان بنعملها، الناس بتعملها في العربيه، اللي هو بيفصل فيوز العربيه العمومي. في فيوز الموبينه، فيوز العدادات، فيوز ترمبه البنزين، فيوز وحده التحكم بالمحرك. الفيوزات دي اي فيوز منها لو شلته العربيه مش هتشتغل. بالاضافه فيشه الموبينه، في ناس بتشيل الفيشه بتاعه الموبينه اللي واصله للموبينه فيشه الكهرباء، او ممكن نركب جهاز تتبع. ممكن نعمل في مقيد للطاره، في مقيد لعجله عجله احدى عجلات العربيه، في مقود لنقل الحركه بيثبته يخليه ما يعرفش يتحكم فيه، في مقيد للبدلات بتاعتك كلها بتاعت العربيه. بنشوف حيل كتير وافكار كتيره بتتعمل. بس انا النهارده كنت حابب اتكلم عن، يعني اتكلم بالتحديد عن الحاجات اللي موجوده في العربيه نفسها، زي المسوجر الدركسيون، وزي خاصيه منع السرقه موبلايزر. وعايز اتكلم كده سريعا عن حاجات برضو مهمه، احتياطات حضرتك لازم تعملها قبل ما تركن عربيتك. طبعا تحاول على قد ما تقدر تركن العربيه، ما تركنش العربيه في مكان ضلمه خالص، مكان مقطوع ما فيهوش سكان. تحاول تركنها في مكان يكون فيه اضاءه، مكان يكون فيه ما يكونش بعيد عن الانظار، يكون فيه كاميرات يا ريت. يعني على قد ما تقدر تحط عربيتك في مكان يكون فيه حركه. طبعا اتفقنا ان في حراميه بيبقى عايز ياخد اي حاجه من العربيه، عايز ياخد بطاريه، عايز يسرق حاجه. فعلى قد ما تقدر ما تحطش اي حاجه غاليه داخل العربيه، لان هو بيرمي طرف عينيه كده وهو ماشي. لو لقى حاجه جوه، انت كده بتعمل له دعوه ان هو يجي يسرق، يكسر عربيتك ويسرق اللي فيها. فما تحطش حاجه زار. لو انت يعني حطها في لو في حاجه معاك غاليه او حاجه مهمه، حطها في شنطه عربيتك او حطها تحت الكرسي بتاع العربيه بتاعتك. ما تحطهاش، ما تبقاش باينه للحرامي، ما تشجعهوش انه يكسر عربيتك ويسرقها. ما تسيبش فلوس في العربيه باينه. يعني اي حاجه مهمه داريها عن عين الحرامي. تحاول على قد ما تقدر تقفل العربيات كويس. اول ما تبطل عربيتك تقفل بابوابها، تتاكد ان انت قفلتها، لان 50% من سرقه العربيات بيبقى الحرامي بياخد لفه كده سريعه حوالين العربيه ويفتح في الاوكر يشوف حضرتك ناسي باب مفتوح ولا لا. فتتاكد ان البيبان مقفوله كلها كويس، تاكد ان الازاز مقفول كله كويس، لان هو اول حاجه بيشيك عليها الحاجات دي. ظنا منه ان انت غالبا ممكن تكون ناسي حاجه من ديت. قبل ما بيجي يفتح ولا يعمل اي حاجه بيبص على الاربع ابواب ويشيك عليهم وعلى الازاز، بيشوفهم حاجه منهم ناسيهم ولا لا. فتاكد قبل ما تطلع من العربيه وتقفلها وتطلع انها اكد كده على الاوكر انها كلها مقفوله، وعلى الازاز كله انه مقفول.
طبعا دي حاجات بسيطة كلها، احنا حاجات بسيطة جدا بس بتفرق معانا في سرقة العربية. فتخلي بالنا من القصة دي كلها ومن الاحتياطات دي كلها، وان شاء الله يعني ربنا ما يوقعنا في حاجة زي كده، ونتفادى قصة سرقة العربية سواء بالكامل او حاجة من العربية. يعني في ناس هتقول طيب يعني الحاجات دي هي اللي هتخلي عصابة محترفة مش هتعرف تسرق العربية. زي ما اتفقنا احنا بنطول عليه مهمته، بنخلي مأموريته مش سهلة. لو الحرامي بيحتاج وقت بسيط عشان يسرق العربية، الوقت ده لو طول عليه، خصوصا لو انت راكن العربية في مكان في إضاءة، في كاميرات، في ناس، هيبقى صعب جدا ان هو انه يطول في عربيتك، هيسيبها ويمشي. فخد الاحتياطات ديت وخد بيها، لان اقل حاجة انت ممكن تشوفها بسيطة ممكن تعطله وتخليه ما يعرفش يسرق العربية. ده انت لو في فرش عندك بتاع العربية اللي انت بتغطي بيه العربية ديت، يعني دي حاجه بسيطه بس هتمنعه، هتعطله على الاقل. فرش، هشوف فرش العربيه اللي من بره دوت هيعطل الحرامي. فعلى قد ما نقدر نعمل اي حاجه تحد من سرقه عربياتنا، لان العربيات النهارده طبعا دي بتبقى حاجه محبطه جدا، انك عربيتك تنزل تلاقيها مسروقه او تلاقي حاجه مسروقه منها. باكد طبعا على الخاصيتين الاولانيين او 3 خواص قلناهم: المسوجر والايموبلايزر، دول مهمين جدا. الايموبلايزر مهمه جدا جدا جدا. جهاز الانذار مهم. ارجو يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم يا ريت لايك للفيديو واشتراك في القناه، لانك هتلاقي كل ما يخص عالم السيارات موجود ان شاء الله عندنا في القناه. فان شاء الله تشتركوا معانا عشان تدعمونا ونستمر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.